حلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب وندعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويقويهم. النهارده هنعمل مع بعض احلى مبكبكه بالهوت دوج، بجد تحفه وطريقتها سهله جدا. معايا كيس من المكرونه، ومعايا نص كيلو من الطماطم ضرباه في الخلاط، ومعايا 2 من الهوت دوج، ومعايا قرن فلفل حامي وقرن بارد، بصلايه متقطعه صغير، معلقه صغيره من الثوم، والبهارات بتاعتي عباره عن ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه. في حله على النار هحط شويه زيت، وهبتدي انزل بالهوت دوج بتاعي واشوحه كويس جدا مع رشه ملح وفلفل اسود لحد ما ياخد اللون الذهبي. وبعد ما اخد اللون الذهبي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هبتدي اشيله من الحله، وفي نفس الحله هنزل بالبصلايه اشوحها كويس جدا لحد ما بتبتدي البصلايه تصفر معايا كده وتاخد لون ذهبي على خفيف. هنزل بمعلقه توم صغيره واشوحها. اول ما ريحه التوم تطلع هنزل بمكعب المرقه. بعد ما قلبت كده مكعب المرقه وابتدى يدوب معايا، هبتدي اجيب عصير الطماطم وانزل بيه على البصلايه بتاعتي والثوم اللي انا حمرتهم، واديله رشه ملح ورشه سكر، واسيب الصلصه بتاعتي تتسبك. بعد ما الصلصه بتاعتي اتسبكت كده وابتدى الزيت بتاعها يعوم على الوش، حطيت لها رشه فلفل اسود ورشه شطه، وهبتدي انزل بباقي المكونات بتاعتي اللي هي كيس مكرونه واحد بس على الكميه دي. تمام، هشوحها كويس وانزل بالهوت دوج بتاعي والفلفل. بعد ما انزل بالهوت دوج هديها تشويحه كمان واحط الفلفل، وابتدي احط من 2.5 ل3 كوبايات من الميه، علشان الميه تبقى معديه المكرونه بشويه، علشان تبقى كده ايه فيها صوص كده وطريه، وتبقى بجد طعمها حلو قوي. ده كده شكل الميه بعد ما حطيتها. انا عايزه الميه تبقى مغطيه المكرونه، مش مغطيه الهوت دوج، مغطيه بس المكرونه. تمام، هسيبها على نار عاليه لحد ما تبتدي تغلي، وبعد كده هنوطي النار عليها ونسيبها 10 دقايق تستوي على نار هاديه خالص. وكل دقيقتين 3 كده من ال10 دقايق هبتدي اديها تقليبه عشان اتاكد ان المكرونه مش لازقه في الحله. كده شكل المكرونه بتاعتي خلاص بعد ما استوت، شايفينها بجد تحفه والريحه تجنن تجنن. وده كده شكل الاطباق بتاعتنا. قدمت معاها شويه بطاطس محمره، شويه مخلل، عيش، قدمي معاها اللي تحبيه. هي بجد بصراحه يعني المكرونه دي لوحدها كفايه، مش محتاجه اي حاجه تاني جنبها. اشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. باي باي.